مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم وحلقه جديده من الكره في اسبوع. تحياتي لحضراتكم ومجموعه من الاخبار والتحليلات، واهمها بالتاكيد وصول منتخبنا الوطني في بطوله افريقيا الى الدور ال16 باذن الله. تكون مباريات جميله يأديها منتخبنا باذن الله، وهيكون عندنا النهارده في تحليلنا عن مشوار منتخبنا في هذه البطوله والثلاث مباريات جزء مهم جدا، وخاصه مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي والناقد الرياضي وايضا رئيس تحرير مجله شباب اليوم الاستاذ عصام عبد الحافظ. بينورنا دايما. اهلا بيك استاذ عصام. اهلا استاذ طارق. كل سنه وحضرتك طيب. وحياك وكل سنه وانت طيب وكل المشاهدين طيبين وربنا يجعله عام سعيد على يا رب يا رب يا رب. انا هخرج لفاصل مجموعه من اخبارنا الرياضيه وهعود مع حضرتك. عندنا كلام كتير عن هذا المشوار واداء منتخبنا الوطني باذن الله. إن شاء الله. نشوف فاصل ونرجع مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ عصام، هخش سريعا في اداء منتخبنا الوطني في بطولة افريقيا 2025 2026، وهبدأ بالمباراة الاولى. المباراة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المباراة الأولى كان أداء جيد جدا مع زيمبابوي، فزنا 1-0. المباراة الثانية مع جنوب أفريقيا وفزنا 2-1. طبعا في المباراة الأخيرة العكس احنا فزنا 2-1 مع زيمبابوي وجنوب أفريقيا 1-0. في المباراة الثالثة تعادل 0-0. الملاحظ يا أستاذ طارق إنه اللي صنع الفارق وحقق الفوز وكان له دور أكبر في الصعود إلى دور ال16 هما اثنين تحديدا، يعني محمد صلاح وعمر مرموش. محمد صلاح أحرز هدفين وكان وصنع الهدف الثالث اللي هو قدام جنوب أفريقيا من ضربة جزاء وأحرز الهدف. هنا يؤكد لنا إنه معاملة النجوم يجب أن تكون مختلفة. والحقيقة ده كان تصريح قبل كده من كارلوس كيروش، قال لك التعامل مع النجوم له طريقة مختلفة. وجوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك قال لك أنا كنت بتعامل مع شيكابالا بأسلوب مختلف. ودي رسالة إلى حسام حسن انه لعله يستوعبها، وهو بدأ يستوعبها في تصريحاته الأخيرة، وبقت متوازنة وأكثر اندفاعية وأكثر نفسنة وغطرسة. يعني بقى بيتكلم كويس على كل اللاعبين وخصوصا المحترفين، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، وكل ورامي ربيعه، وبيتكلم على الجميع بشكل طيب خليني اروح مع حضرتك استاذ عصام لمباراه جنوب افريقيا. وهذه المباراه انا بشوفها هي مباراه فارقه، يعني اولا في تفكير حسام حسن بتخطيطه لادائه في هذه المباراه، لانه كمان يعني بطرد محمد هاني حصل دروب كبير جدا، وهو يعني فائز او عندنا هدف وكسبانين هدف، وبعد كده هو كان عنده
يعني قضيه كبيره جدا، ان هو ازاي يحافظ على الهدف ده عشان يخرج من المباراه فائز بالثلاث نقاط، وكمان ما يتعادلش او يخش فيه اهداف اكتر من كده. ده كان جزء مهم جدا. خط الدفاع كان على افضل ما يكون، وعلى راسهم طبعا شفنا محمد الشناوي بأدائه الأكثر من رائع في هذه المباراة. إذا هنا أنا بشوف إن مباراة جنوب أفريقيا كانت كاشفة وعنق زجاجة وفكر وعنق زجاجة عنق زجاجة. وأداء وفكر للمنتخب، ومكاسبها كتيرة جدا. الفوز على جنوب أفريقيا هو الأول منذ 2019، منذ أن خرجتنا جنوب أفريقيا في 2019 هنا في القاهرة في دور ال16. وكان ساعتها المنتخب في يعني ما كانش حد يتوقع انه منتخب مصر بهذا الحضور القوي والنجوم والمحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح انه يخرج من دور ال16 وسط جماهيره. فاذا هذا الفوز كان له مكاسب عديدة، بالإضافة إلى أنه رد اعتبار وعنق زجاجة للصعود إلى الدور ال16 وبيتصدر المجموعة. فزي ما أنت قلت حضرتك إنها كانت يعني نقطة الفصل أو يعني نقاط كتير جدا، نقاط كتيرة جدا. التفكير المدير الفني كابتن حسام، كمان أداء اللاعبين كان أداء رجولي للغاية. هو أداء اللاعبين الحقيقة كان في شك في يعني حالة كابتن محمد الشناوي حارس المرمى الأول لمصر، كان في شك في حالة لياقته البدنية، استعداده، الكلام ده كله. قدر يرد كابتن محمد ورجع محمد الشناوي لمستواه ويعود لمستواه، بدليل انه هو خد رجل المباراه في هذه المباراه. وكان بيتنافسوا على رجل المباراه هو ومحمد صلاح. ولكن الحقيقه يعني محمد الشناوي شال المنتخب في الشوط الثاني تحديدا، وانقذ مرمى مصر من العديد من الفرص والهجمات الشرسة. صحيح. هاجي هنا مدرب حراس بنين بيقول صلاح أسطورة، وليفربول أسطورة ليفربول، ومصر المرشح الأبرز لهذه البطولة. تعليق حضرتك على هذه التصريح أو هذا التصريح، وأيضا تعليق حضرتك على مقابلتنا لبنين. هو بالتأكيد يعني مدرب حراس مرمى ما أضافش كتير من عنده، لأنه محمد صلاح شئنا أم أبينا هو يعني أفضل لاعب مصري في تاريخ الكرة المصرية، وهو أسطورة بكل المقاييس. صحيح. وبدليل أنه لو نفتكر سويا في بطولة أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون، واخد بال حضرتك، كيروش كان بيصدر محمد صلاح للتعامل فقط مع الحكم. يعني كان بيعمل حظر كبير على كل اللاعبين انهم لا يتحدثوا ولا يتعاملوا مع الحكم الا محمد صلاح، باعتباره الكابتن وباعتباره حاجه الاهم انه نجم عالمي صحيح. وله حضور. واي تعامل خاطئ من حكم مع محمد صلاح له ثمنه ضد هذا الحكم. أنا هتوقف مع حضرتك يعني لفاصل قصير مع حضراتكم، ونعود مرة تانية. ابقوا معنا من فضلكم. توقفنا مع حضراتكم قبل الفاصل عند تصريح مدرب حراس منتخب بنين على انه هو بيقول انه صلاح اسطورة ليفربول ومصر الابرز في الحصول على هذه البطولة. والحقيقة كان كلام استاذ عصام جزء مهم جدا، انه هو يعي ما هو المنتخب اللي هيقابله، سواء منتخبنا الوطني بكل النجوم اللي فيه بكل العناصر اللي فيه امام منتخب بنين. انا هرجع مرة تانية يا استاذ عصام، هل هتكون مباراة سهلة امام منتخبنا ام سيكون هناك مفاجآت؟ شوف يا استاذ طارق، على الورق
مصر وبنين في دور ال 16 مباراة سهلة جدا بالنسبة للمنتخب المصري والفراعنة بشكل عام. ليه؟ لأنه هذا اللقاء اللي جاي في دور ال 16 بين مصر وبنين هو اللقاء الخامس في تاريخ البلدين في الأمم الأفريقية وفي كل المباريات وفي كل اللقاءات عموما. قبل كده فزنا على بنين 3 مرات وتعادلنا مرة، والتعادل كان في 4 يوليو 2004، وتعادل كان الحقيقة يعني كان تعادل مخزي، تعادل 3-3. بنين أحرزت فينا 3 أهداف سنة 2004، وكان المدير الفني للمنتخب الوطني في ذلك الوقت الإيطالي ماركو تارديلي، وده كان آخر تواجد ليه مع منتخب الفراعنة. وبعده تولى حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب المصري في قبل لقاء بنين في سبتمبر في 4 سبتمبر 2005. وبدأ بعد كده مسيرة حسن شحاتة في الإنجاز والفوز ب3 بطولات متتالية. أول لقاء قاده حسن شحاتة ضد بنين فزنا 4-1. ولو تفتكر حضرتك اللي أحرز الأهداف هاتريك عمرو زكي وميدو جاب هدف. إذا اللقاء ما بين مصر وبنين في دور 16 في أفريقيا بالمغرب هو على الورق سهل جدا للمنتخب المصري. اللقاء الثاني في مسار المنتخب إلى النهائي هيكون ما بين كوت ديفوار وبوركينا فاسو، وسهل قوي كوت ديفوار انها تفوز او على الاقل برضو على الورق كوت ديفوار اللي هتفوز على بوركينا فاسو. اذا في ربع النهائي ممكن يكون اللقاء ما بين مصر وكوت ديفوار. واتوقع تاريخيا وكعبنا العالي على كوت ديفوار انه ممكن قوي مصر بالمجموعة اللي موجودة وبيقودها محمد صلاح انها تفوز على كوت ديفوار ونصل ونذكر هنا في هذا البرنامج الى نصف النهائي لمواجهة السنغال. لانه طريق السنغال في المسار الثاني بتاع هذه النهائيات. السنغال هتقابل السودان في دور ال 16، هتقابل مالي او تونس، وبعد كده في ربع النهائي هتقابل مالي او تونس. والمنتخبين مش هينين، المنتخبين مش هينين بس اللي اقوى برضو على الورق والمحترفين السنغال. كل الشواهد هنا بتقول انه يعني خط السير واللي بنتوقعه هنا في الكرة في اسبوع انه مصر من المحتمل جدا انها تقابل السنغال في نصف النهائي. وان كنت اتوقع بقى لو قلت لي مين هيوصل للنهائي، ان كنت اتوقع انه النهائي هيكون ما بين مصر والمغرب. لانك لو بصيت على الخط الثاني بتاع المجموعتين التانيين هتلاقي الجزائر هتقابل الكونغو الديمقراطية في دور 16. الجزائر كعبها عالي. نيجيريا وموزمبيق في دور ال 16. نيجيريا كعبها عالي، يبقى اذا ربع النهائي هيكون ما بين الجزائر ونيجيريا. المغرب هتقابل تنزانيا. المغرب طبعا مع مجموعة النجوم ووليد الركراكي والجمهور والارض هتكسب وهتوصل لربع النهائي علشان تقابل اما الكاميرون او جنوب افريقيا في ربع النهائي، وبكده ممكن يوصلوا لنصف النهائي الكاميرون والمغرب. والخط السير يعني الشواهد بتقول بقى انه ايه، اولا الجمهور المغربي وده المرصود والملاحظ يعني بيشجع منتخب مصر بعد المنتخب المغربي. صحيح، وده شفناه حضور كبير وشعور كبير في مباراة جنوب كبير في اغادير انه كل جمهور رايح حامل العلم المغربي والعلم المصري. صحيح. مع المنتخب المصري. وهناك شواهد كتيره خلينا نبعت لهم تحيه الحقيقه، لانه كان مشهد الحقيقه من الجمهور المغربي الشقيق، كان مشهد اكتر من رائع. الملعب كله لونه احمر.
يعني كان الحقيقه وبعدين وده ادى قوه كبيره جدا لمنتخبنا. وفي تشابه كبير صحيح تاريخيا ما بين الجمهور المغربي، بين المغرب والمصر، على الأقل من أيام الدولة الفاطمية. نعم. يعني حتى لما محمد شحاتة عمل موقف نبيل وخلع الجاكيت بتاعه وادى الولد من حامل الكوره، كان يعني من شده البرد، كان بيتأفأف من شده البرد والكلام ده كله، ده كان ليه مردود ايجابي عالي لدى الجماهير المغربيه ووسائل الاعلام المصريه المغربيه. فيعني حتى طيب. يعني عايز ارجع مع حضرتك استاذ عصام لمباراتنا مع منتخب بنين. ايوه. لو انت مكان حسام حسن وهتحط تشكيل مثالي لهذه المباراة، لانه زي ما حضرتك تفضلت من شوية انه خلاص المباريات القادمة هي مباراة فوز فقط لا غير. هذه المباراة او هذه الادوار الاقصائية لا تحتاج الى فتي او تأليف. يعني تأليف او الكلام ده كله. محمد الشناوي في حراسة المرمى، رامي ربيعة وياسر ابراهيم في النص. وإن كنت أفضل إنه اللي يكون في الشمال أحمد فتوح ومحمد هاني في اليمين. يعني هتيجي لخط النص بقى مروان عطية وحمدي فتحي ومعاهم زيزو. وإن كنت أفضل أنه يجب أن يتواجد إمام عاشور، لأنه إمام عاشور شئنا أم أبينا هو واحد محرك. أفضل 3 لاعبين في الكرة المصرية، الدوري المصري تحديدا. لاعب جوكر، يلعب ظهير ايمن، يبدا بيه ولا يحطه في يلعب 10، يبدا بيه استاذ عصام ولا يخليه في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني امام عاشور في الشوط الثاني تحركاته مميزه لا غنى عنه. وان كنت يعني بعتب على حسام حسن انه في مباراه انجولا كان المفروض انه امام عاشور دي فرصته وياخد مباراة بالكامل علشان يسترد قوته وعنفوانه وتسديداته. فكرتني بمباراتنا مع في الدقيقة 30 لما خرج إمام عاشور، دي كانت في مباراتنا مع زيمبابوي. وده كان تعليق ومسار مهم جدا على السوشيال ميديا. كل الناس اعترضت على الكلام ده، يعني كان اعتراض لأن الناس وقوبل من إمام عاشور الحقيقة استماع جيد لمديره الفني ما عملش اي حاجه، ما عملش اي مشكله. بالعكس، لعيب عالي حاليا. يعني ممكن تقول عليه امام عاشور من ان هو نضج دلوقتي، نضج كرويا ومنتاليتي وتفكير. فاذا يعني حتى لو ما كانش نزل في مباراه انجولا، اذا اساسي امام عاشور ان شاء الله في كل المباريات الاقصائيه يجب ان يكون متواجد في نص الملعب. ولا غنى عن مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح في الهجوم. تحديدا مصطفى محمد، محمد صلاح، عمر مرموش، دول افضل خط هجوم. بعد كده ممكن يكون بديل تريزيجيه، واخد بالك، في بعض فترات من المباراه. انا بشوف ان كابتن حسام بيفضل انه تريزيجيه بيكون في الشمال، محمد صلاح في اليمين، مرموش بياخد وضع المهاجم. ده انا بشوف كابتن حسام بيفكر كده. حضرتك هو ده اللي احنا بنقول عليه التأليف يا استاذ طارق، التأليف اللي بنقول عليه. لعيب طول عمره بيلعب رأس حربة، ولعيب طول عمره بيلعب وينج شمال، ولعيب طول عمره طبعا ولديه الامكانيات، القوة البدنيه، القنص، استخدام الرأس. يعني ده مش تقليل من تريزيجيه. تريزيجيه لعيب عالي ولعيب كبير ومحترف وفكره محترف. لو حد بيسمع حضرتك دلوقتي تقول انت بتعمل مقارنه بين مرموش وبين مصطفى محمد. لا، انا بعمل مقارنه، يعني انا بقول اساسي مصطفى محمد في قلب الهجوم، شمال مرموش، يمين محمد صلاح. واخد بالك، ممكن بعد كده كبديل يلعب تريزيجيه، ويجب ان يكون له دور في الشوط الثاني. خلي بالك احنا في بطوله 2021 بدءا من الادوار الاقصائيه، لعبنا في الادوار الاقصائيه كوت ديفوار، ثم الكاميرون،
ثم المغرب، ثم السنغال في النهائي. نعم. كل المباريات دي لعبنا كام؟ 120 دقيقة. يعني ال 90 دقيقة والاكسترا تايم وما في غير مباراة المغرب اللي لعبنا 20 دقيقة وما لعبناش ضربات ترجيح، الباقي كله لعبنا ضربات ترجيح. حلو جدا. وانا متذكر هذه البطولة لانه احنا كنا قاب قوسين او ادنى خلاص من الفوز، يعني ضربات. انت خرجت بضربات ترجيح في عرف الكورة. الفريق النهائي، الفريقين المتساويين متعادلين، ويصلوا انت لضربات بتفضل الترجيح ما بينهم بس في ضربة الترجيح عشان تدي واحد فيهم الكاس. نعم. بس طيب انا هكلمك في استغلال الحلول الفردية. هل كابتن حسام بيعتمد عليها خاصة بعد ظهور مرموش بحل شفرة زيمبابوي وإحرازه بالهدف بشكل فردي، وطبعا في مباراة جنوب أفريقيا؟ هل كابتن حسام عنده الجزئية دي ولا؟ أنا هرد عليك وأقول لك أتمنى إنه هو ياخد في الاعتبار الحلول الفردية. الحلول الفردية إيه؟ يعني إيه؟ إنك عندي لاعب عنده مهارة تتيح مساحة أكبر للاعب اللي عنده مهارة. إنه ما يبقاش كل الشغل، واخد بالك الشغل إيه؟ مش هقول يعني أنا سمعت أستاذ عصام من محللين كتير رياضيين ونقاد رياضيين بيتكلم إنه مرموش أخذ القرار منفردا. أيوه. في هذا الهدف. ومحمد صلاح في الجون الثاني اللي جابه في زيمبابوي أخذ القرار منفردا. لأنه محمد صلاح لما اتصرف في الجون الثاني حاجة من الاثنين، يا اما هيجيب جون يا اما يتعامل عليه ضربه جزاء. نعم. صح ولا لا؟ صح، صحيح. ما فيش اي حل تاني غير كده قدام المدافع بتاع زيمبابوي ساعتها. نعم. واخد بالك؟ اذا هذه اما ضربه جزاء او هدف. وده بقى الفكر بتاع اللاعب المحترف العادي. ازاي تصرف محمد صلاح وازاي تعامل مع المدافع بحيث ان هو يطلع هو الكسبان. طيب مفاتيح منتخبنا زي ما حضرتك تفضلت، احنا عندنا في الهجوم ما شاء الله يعني اسماء عظيمة جدا، عندنا في خط الوسط اسماء جيدة جدا زي ما بنقول، كمان بعد عودة كابتن محمد الشناوي لمستواه الطبيعي ووجود الدفاع بهذا الشكل وبهذه الاسماء، اتخيل انه الحلول عند المنتخبات التانية. يعني منتخب بنين ممكن يكون حلوله ايه؟ يمسك صلاح؟ ايه؟ هيمسك صلاح، هيقفل على صلاح وهيقفل على ما عنده ناحية اسمها مرموش. ما هو دول اي مدرب بيعمل اللاعبين دول. نعم. يعني واي مدرب فاهم مفاتيح اللعب في كل منتخب هيقابله. يعني طب هو ما برضه مصطفى محمد بيبقى مراقب، ولكن مصطفى محمد لا يستغل كما كان بيستغله كيروش. بمعنى ايه؟ انه بتفرض عليه انه يرجع يدافع، تفرض عليه انه هو يرجع مثلا يبني الهجمات من تحت، مع انك تستغل كل امكانياته الجسمانيه والهيدرز والبتاع ده. واحد زي محمد صلاح ومرموش مش بالضروره انه يبقى في نفس المستوى انه هو يرجع يدافع ويقاتل والكلام ده، لانه كونه انه يخطف هدف ده هو ده المطلوب من الخطه، وهو ده المطلوب وهي دي الخطه يعني. طيب هاجي لجزئيه تانية، وهي لما نيجي نتكلم على إحراز ما يعادل من 87 هدف في البطولة حتى الآن، ده دلالة على طموح المنتخبات في التفوق في هذه البطولة. وعايز رأي حضرتك أستاذ عصام على بشكل عام على هذه النسخة من بطولة أفريقيا. هل هي نسخة جيدة متوسطة قوية جدا؟ لا، هي نسخة قوية جدا. ليه؟ لأن معظم القوى الأفريقية المتعارف عليها يعني مستوياتها متقاربة ومستوياتها يسهل التعامل معها، ودي فرصة من الفرص العظيمة للمنتخب المصري. لأنه مش هيقابل السنغال اللي قابلها في 21 وفازت علينا
في افريقيا، في نهائي افريقيا بضربات الترجيح، وفازت علينا للصعود لكأس العالم ايضا بضربات الترجيح. مش هيقابل الكاميرون اللي هي او مش هيقابل الكاميرون اللي هي يعني معروفه قوتها، ونيجيريا. هو الفريق اللي هيعمل فارق ويكاد يكون المرشح الاول هو المغرب، مش عايزه كلام يعني، رقم واحد المغرب. انما هناك عناصر يجب انه يستفيد منها حسام حسن. لا تستبعد ايضا واحد زي حسام عبد المجيد. نعم. حسام عبد المجيد ان لم يكن اساسي فهو البديل رقم واحد. ليه؟ لانه الكاف، الاتحاد الافريقي، لما اختار افضل 11 لاعب في المرحله الاولى، مرحله المجموعات، لم يوجد من المنتخب المصري الا حسام عبد المجيد. تخيل، افضل 11 لاعب افضل 11 في البطوله في مرحله المجموعات. في مرحله المجموعات. ما هو كل مرحله بيختار افضل 11 لاعب. نعم صحيح. يعني الفريق اللي هو ايه، الفريق الذهبي او الفريق المميز او افضل، يعني لما تختار افضل 11 واحد من الحارس المرمى لرأس الحربة من بين كل ال 24 منتخب افريقي في مرحله المجموعه، اختاروا 11 واحد منهم في الدفاع حسام عبد المجيد. يعني حتى كان مفاجاه. طبعا هناك تقييمات فنيه للمدربين، صحيح، اداء للاعبين والكلام ده. عشان كده هو بهذا الاختيار رد على كل الاقاويل اللي اتهمته بانه كان مثلا السبب في موضوع هدف زيمبابوي، مع انه المسؤوليه للجميع يعني. صحيح. يعني مش طيب. مش بعينه. 87 هدف في رأي حضرتك، هل ده عدد جيد لهذه البطولة؟ هل ده رقم كبير؟ هل كان متوقع عدد الأهداف دي؟ كان متوقع أكتر من كده. أكتر من كده. إنما هو عدد جيد. ليه؟ لأنك ما تنساش إنه أفريقيا هي البطولة الرقم 2 في العالم. يعني لما تيجي ترتب البطولات العالمية دلوقتي هتلاقي أوروبا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية، وبعد كده اسيا واخد بالك، اسيا اللي شفنا مؤخرا البطوله العربيه في قطر، هي اللي كانت مسيطره، اعلى مستوى، هي اللي كانت مسيطره، كانت على اعلى صحيح. مستوى صحيح. والحقيقه يعني من الحاجات والملاحظ والعيوب والانتقادات اللي وجهت للاتحاد المصري انه كان يجب ان يشارك بالفريق الاول، لانه ده افضل اعداد افريقيا وافضل اعداد لكاس العالم. انت بتقابل كل المنتخبات او معظم المنتخبات شاركت بالفرق الاولى، الا عدد محدود من المحترفين ما شاركوش. فانت لو شاركت مثلا في البطوله بكامل التشكيل، هنستثني مثلا عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد، فاذا ده افضل اعداد. انت هتلاقي اعداد ايه؟ ده البطوله دي من افضل الناس اللي ظهرت فيها، واخد بالك، اسلام عيسى اللي هو الظهير اللي كان لاعب هايل جدا، كان يجب ان ياخذ فرصه في المنتخب الاول. انت حضرتك تنبأت باداء المنتخبات ومين اللي هيوصل لربع النهائي ومين اللي هيوصل للنهائي. تمام. ما قلتليش المفاجآت. لا هو طبعا المفاجآت يعني المفاجآت واردة. المفاجآت من ضمن المفاجآت انه ممكن مثلا بوركينا فاسو تفوز على كوت ديفوار. نعم. يعني مالي تفوز على تونس. يعني وده والمباراة دي منتظرة على فكرة. تونس ومالي يعني الجزائر والكونغو الديمقراطية. يعني الجزائر فريق عالي جدا، يعني هتفوز على يعني مش عايزه كلام يعني. انما نيجيريا وموزمبيق ممكن يكون فيها كلام. جنوب افريقيا والكاميرون، المفاجاه ممكن جنوب افريقيا تفوز على الكاميرون. انما الشيء الطبيعي على الورق انه الكاميرون حظها وكعبها اعلى. طيب، السؤال الاخير في هذه البطوله، مصر بتفوز على بنين، ماذا بعد؟ مصر هتفوز على ما انا قلت لك خط السير. ماشي. ماذا بعد؟ هتقابل بقى الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي، وفي الغالب هيكون كوت ديفوار. في ربع النهائي. بفوزنا على جنوب افريقيا حصل تعديل في التصنيف العالمي لمنتخبنا. طبعا. دلالته ايه ده يا استاذ عصام؟ دلالته انك انت لا يجب انك تستهين مظبوط بفتره الاعداد زي ما حصل قبل كده مع منتخب حسام البدري
وزي ما حصل قبل كده وزي ما حصل حاليا لما حسام حسن ما رضيش يشارك في البطولة العربية. ما انه دي بطولة عربية معتمدة من الفيفا. نعم. هترفع تصنيفك، هتحسن وضعك، كانت هتفرق في مشوار المنتخب. طبعا هتفرق في مشوار المنتخب في افريقيا وفي كأس العالم. خلينا نقول بمنتهى الصراحة انه كأس العالم اللي جاية دي مباريات المجموعات سهلة جدا، وانت وقعت في مجموعة هي الاسهل على الاطلاق. يعني لو جابوا كده الاستاذ طارق النبوي المصري المحب العاشق لمنتخب بلاده ويختار المجموعة مع منتخب مصر في كأس العالم، لا يمكن هيختار كل الحظ اللي جالنا في هذا الاختيار. يعني ملاحظات. انما نتمنى. يعني انت مطمئن يا استاذ عصام؟ لا مطمئن ان شاء الله. صحيح. ومشوار بشرط الا يتدخل الفتو والفتي ما فيهاش افتئات بقى الايام اللي جايه دي والنفسنه. طيب حمزة عبد الكريم وتعاقد مع اعظم نادي في العالم نادي برشلونة، وطبعا بيتكلموا على انه تمت هذه الصفقة بعد الالتزامات المالية اللي طلبها حمزة عبد المجيد. انا واحد من الناس عايز اعرف ايه الالتزامات المالية دي يا استاذ عصام؟ التزامات مليون دولار ومقابل لمين؟ مين اللي هياخد؟ مليون دولار للاهلي. ومقابل هو اعاره عشان تبقى عارف. كويس. اعاره قابل للبيع، وفي حاله البيع 4 مليون دولار. في حاله البيع 4 مليون دولار ياخد الاهلي 4 مليون دولار. عايز اقول في بالتالي ده اعلى لاعب في القيمه التسويقيه لانه كناشئ. لاعب موهوب وناشئ وعندنا ناشئين بس تتيح له. ما قبل كده النادي الاهلي اتاح الفرصه لرمضان صبحي ورجع رمضان صبحي من الاحتراف وضيع فرصه انه يستمر رمضان صبحي في الدوري الانجليزي. واديك شايف يعني ربنا يفك اسره رمضان صبحي. امين يا رب. اذا لابد ان احنا نعطي بالدرجه الاولى موضوع الاحتراف. وانا في وجودك هنا ومن خلال الكره في اسبوع اقول انه في كأس أفريقيا 98 اللي فازت بيها مصر، ودي كانت آخر وجود للدكتور عبد المنعم عمارة، وطلبوا وسمحوا إنه لابد من إتاحة الفرصة أمام الاحتراف. يعني حتى لدرجة ولو كان بمقابل ليه؟ عشان يتواجد عدد من المحترفين المصريين في الخارج. وبالتالي أدعو النادي الأهلي وأي نادي بتيجي فرصة لناشئ من الناشئين انه يحترف بره انه يسمح له ولا يتشدد في المطالب، سواء المطالب الماليه او خلافه، لانه بيعود بالتاكيد بالخير على المكاسب صحيح. على المنتخب المصري. صحيح، ده جزء وعلى مهم. الكره المصريه. وبالتالي هنا بنقول يا استاذ طارق أن يجب الدولة أنها تنظر على هذين الناديين الكبيرين، الزمالك والأهلي والزمالك، إنهم عبارة عن هي دي الدبلوماسية الناعمة. وهذين الهرمين لا يقلان أهمية عن أي إمكانيات مصرية عالية. الزمالك المصري يمر بفترة، خلينا نروح للزمالك ده في حلقة خاصة لوحده، عصيبة، لأنه فترة عصيبة في دقيقة، وكل المؤشرات امام نادي الزمالك لا تبشر بالخير. ويجب انه الدوله كلها تتكاتف وفي مقدمتها القياده السياسيه انها تحل مشكله هذا النادي، لان هذا النادي مكون اساسي من الشخصيه المصريه. طلب مشروع للغايه زي ما بنقول وزي ما تفضل ضيف الكريم، الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي، انه يكون في هذه المنطقه نادي بحجم نادي الزمالك. الحقيقه لن يقبل التاريخ ولن يقبل الجمهور. شكرا جزيلا استاذ عصام، نورتني. تحياتي لحضرتك. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا في هذه البطوله اللي كل ما بنمر بمباراه كل ما بيكون عندنا امل وتفاؤل كبير جدا بالتوفيق ان شاء الله. بشكركم، والاسبوع القادم حلقه جديده. الى اللقاء.